السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عيد جوازي، هاخدكم معايا كده الفلوج اللي احنا عملناه، واشترينا شوية حاجات كده بس انا ما صورتش الحاجات اللي جبناها. بس هوريكم بعد ما نروح جبنا ايه وعملنا ايه، وهنحتفل معاكم في البيت وبره البيت. اليوم ده كان حلو، والاربع سنين كلهم كانوا حلوة. يلا كملوا الفيديو معانا، متنسوش اللايك والاشتراك في القناة. ماما بابا اشرب يا مصطفى، يذهب الدايت للجحيم. بصوا بقى، النهارده عيد جوازنا. فايه، انا بقالي شهر بقالي شهر عامله دايت. وزنت نفسي، عرفت ان انا عدد معين فجيت ايه، جينا محمود انا هخرجكم النهارده وكده، عملت اكل، وقلت الاكل ده لمحمود ومصطفى عشان انا عامله دايت. خلاص بقالي شهر على النظام ده، مفيش فطار، والغدا يعني ربع الغدا اللي كنت باكله، ومفيش عصاير، مفيش اي حاجه مسكره. المهم ايه، خرجنا النهارده، رحت عملت بيتزا وقلت ايه هاخدها لمحمود ومصطفى واحنا قاعدين كده ياكلوها. خلاص بسم الله ما شاء الله نسفتها. انا بقى ايه انا بقى رحت وزنت نفسي لقيتني زي ما لقيت العدد اللي انا قلت لكم عليه ده زي ما هو. يبقى اعمل دايت يا جدعان؟ ينفع اعمل؟ والله العظيم ما انا عامله دايت تاني، والله لما يحصل ايه، انا عاجبني نفسي كده، مش هعمل دايت تاني خلاص. هو حلو قوي كده. وانا كمان هشرب حاجه ساقعه مش لوحدي. نحرم نفسي ليه؟ الله ينعل ابو الحلمين على ابو الدايت. انا حرمه نفسي من كل ملذات الدنيا ليه؟ عشان ايه يا عم؟ زيح العيام ورد. بصوا بقى الدايت الطبيعي، ربوني وزني ما بيزيدش عن 60 كيلو. وزن نفسه لقى نفسه 60. وزني ما بيزيدش عن كده، ليه؟ ما اعرفش. لو واكل خروفه يعني. وعلى ما اظن انتوا بتشوفوني وانا باكل، يعني انا اكيل وبحب الاكل، بس بحرق. ما انت خلصت البيتزا بتاعتك، الكيس بتاعك فاضي اهو. دي البيتزا بتاعتي يعني ما شاء الله عليك يعني. وده بتاعي مشروب الدايت بتاعي. مصطفى واخد مشروب الدايت بتاعنا. وده هو. هروح اكمل دايت بقى. ايه البت بتيجي هنا؟ بتيجي تعاكس اوفا؟ ها؟ انت بتبص لها ليه؟ ها؟ يعني انت ساكت بتطلع بصباص. البت اهي البت اهي اوف جايه اهي، البت جايه اهي. لا مش جايه. بص عينه جايه اهي اهي. كده مش هتصدقك حاجه تاني. اهي البت جايه اهي. بص خلاص، امشي بقى امشي. امشيها. انتبهوا والحكومة عساكر في الخيانة والندالة، عاملة فيها بنت ناس وانت في الأساس مداس.
كده كنا بنختار التورته. الراجل كان طفى النور بقى عشان كان خلاص وقت الحظر جه او وقت القفل بتاعهم جه، بس خلينا ننور النور تاني. انا كنت يعني ساعه لما دخلنا المحل كنا هنجيب اصغر واحده اللي على الحرف خالص، بس محمود قال لا هنجيب دي احلى، اكبر شويه واحلى، مع ان الصغيره دي كانت هتكفي وهتفيض برضو. بس محمود قال لي لا دي شكلها احلى من التانية. الكبار دول لو كان في حد عندنا يعني او كده كنا هنجيبها، بس يعني قلنا احنا المره دي لوحدينا بقى، فدي على قدنا كده وهتكفينا وتفيد كمان. بس وجبناها. كان احتفال حلو، ويعني كل سنة وانت طيب يا محمود، وربنا يخليك يا رب دايما كده ليا ويخليك في حياتي ويديمك احلى واجمل نعمة من ربنا عليا. احنا كده مروحين الحمد لله، لحقنا ان احنا نجيب التورته، وجبنا مانجا وجبنا شنطه للبيبي الجديد اللي داخل في عيلتنا. ويعني جبنا حبه حاجات كده، وكان يوم حلو ولسه هنكمل اليوم في البيت. ما تقفلوش الفيديو، كملوا الفيديو للاخر. كان احتفال حلو، ال4 سنين كلهم كانوا حلوين. عقبال يا رب السنين اللي جايه. عاوزاكم كده تدعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم، هيبقى ليكم بالمثل يعني. ربنا يرزقكم باللي هتتمنوه لينا واكتر. ما تقفلوش الفيديو، كملوا الفيديو للاخر وشوفوا الاحتفال اللي احنا احتفلناه مع بعض. هسيبكم مع الفيديو بقى دلوقتي. النهارده 8/7 اللي هو عيد جوازي انا وهي. ده احلى يوم في حياتي. مصطفى غيران عليا. بقت من عيد جوازنا الرابع. كل سنة أنا بعمل التورت وجاتوهات وحاجات كده في البيت وحلويات وكده، وأنا اللي بفكر الدنيا كلها، يعني بفرح الناس كلها يعني كده يعني. بتقولي للناس كلها عموما النهارده عيد جوازنا. فالسنة دي بقى أنا قلت لأ مش هعمل حاجة، وأشوف الأول محمود هيفتكر ولا لأ، عشان هو يعني أول واحد أنا هستنى منه أصلا كل سنة وأنت طيبة ولا كده. فاتفاجئت إن هو عارف وفاكر، وقال لي مش عدى اليوم ده برضه من غير ما ناكل فيه، يعني نحتفل فيه وناكل فيه حاجة حلوة. وصمم إن إحنا نجيب دي. إحنا خرجنا زي ما أنا ما حطيت
لكم كده في بدايه الفيديو، خرجنا ورحنا قعدنا في مكان كده للعائلات، وكلنا بقى وشربنا حاجه ساقعه بقى واتمشينا واحنا راجعين. احنا دلوقتي بالليل خالص، يعني المفروض ان هو دلوقتي نايم من بدري، صمم برضه ان هو يجيبها. يا سيدي يهديك يرضيك، لا ابدا لازما برضه مش هنقطع العيله يعني. بس انا اول سنه افتكر هي على طول هي اللي بتفتكر، واجي من الشغل الاقيها مثلا عامله تورته عشان انا بالنسبه لي اليوم ده مش يوم عادي يعني، عشان ان انا نسيت. فانا اول مره افتكر، فلازم ما يعديش كده يعني، ما يعديش بالسالب. بس جبنا بقى حاجه صغنونه كده على قدينا يعني. على فكره كان بيفكر ان هو يجيبها ونعملها في المكان اللي احنا رحنا قعدنا فيه، بس انا ما رجحتش كده يعني. قلت لا مش هينفع، علشان مش هنبقى براحتنا والناس هتبدا تبص علينا وكده، واحنا من النوع اللي احنا بنتحرج يعني، ما بنحبش كده. بس شكلها حلو قوي، عجبتني. نص فانيليا ونص شوكولاته. حلوه قوي. شيل ايدك بقى، على فكره انا بعمل التوست حلوه برضه، صح ولا لا؟ قول بجد. والله جميل. بس قبل اي حاجه اتمنى بقى انت هو ما بيسمعش حد، بيسمعني انا بس. انا بسمع الناس كلها. كل سنه وانت طيب، وربنا يديمك يا رب في حياتي. وانا مش عارفه اتكلم علشان ما اعيطش، لو اتكلمت هعيط، عشان محمود مش زي اي حد تاني في الدنيا فعلا والله العظيم، مش كلام. كل عام وانت حبيبي، كل عام وانت بخير، كل عام وانت نصيبي مهما في الدنيا يصير. كل عام وانتي حياتي، كل عام وانتي هواي، احساسي انتي وذاتي، دايم يا عمري معاك. انت السنة اللي عشتها بعمري انا، وانت السنة اللي فيها حسيت بهنا. يومي انا في غيبتك عني سنة، انتي انا وانا بدونك مين انا. كل اللي راح من غيرك وكل السنين كانت جراح، واليوم افراح وحنين. انت الحياة وانت سنيني كلها، والأمنيات اللي عشتها بعمري لها. يلا نطفي النور، يلا ندخل بقى من جديد. يا سهل عمري كله للفرح والحب عيد. يلا نطفي النور، يلا ندخل بقى من جديد. يا سهل عمري كله للفرح والحب عيد. كل عام وانت حبيبي،
كل عام وانتي حياتي، كل عام وانتي هواي، احساسي انتي وذاتي، دايم يا عمري معاك. انت السنة اللي عشتها بعمري انا، وانت السنة اللي فيها حسيت بهنا. يومي أنا في غيبتك عني سنة، انتي أنا وأنا بدونك مين أنا.